بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 الفترة اللي فاتت دي. معلش انا اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت، كان عندي ظروف كده والحمد لله مرت على خير. ادعولي كده ربنا يفكها ان شاء الله والدنيا تمشي بإذن الله. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد كده، قلت ايه نعمل معاكم اكله بمناسبه الشتاء اللي احنا فيه ده والدنيا الساقعه اللي احنا فيها دي. الجو بقى بارد قوي قوي، وانا كمان عندي هنا علشان خاطر انا في بدر، فالدنيا عندي ساقعه قوي قوي زياده عن اللزوم يعني. فقلت بقى اعمل لكم اكله كده تدفينا وتنسينا بقى السقعة اللي احنا فيها دي. وقلت هعمل معاكم ايه، هعمل معاكم شوية عدس. العدس ده بصراحة مفيد جدا و... وبيدفينا وفي كل حاجة جميلة الصراحة. انا هقول لكم بقى طريقتي وتكاتي، واقول لكم ايه الطريقة اللي انا بعمل بيها. بصراحة بتطلعه في منتهى الجمال. أنا هنا باجيب جزراية كبيرة، وبطاطساية كبيرة، وطماطماية كبيرة، وبصلاية كبيرة. هم دول الحاجة اللي أنا باحطها مع الربع كيلو عدس. يعني أنا عندي ربع كيلو عدس حطيت عليه بصلاية كبيرة، وبطاطساية كبيرة، وجزراية كبيرة أو جزرتين، وطماطماية. باحط الأول العدس كده نغسله غسلة نضيفة، لإن العدس بيكون كده جواه نشا زيه زي الرز كده، فبنقعد نغسله شوية كده حلوين. وبعد كده نحط عليه بقى الخضار بتاعنا. كل أما تزودي الخضار كل أما بيبقى فوايده أكتر. في ناس بتحط له توم، أنا مش باحط توم علشان أنا باعمل له طشة توم. عايزة تحطي توم برضه مع الخضار، حطي توم مع الخضار عادي ما فيش مشكلة، بس كل واحد ليه طريقة. فأنا بقى طريقتي كده، أنا حطيت البصل والطماطم والجزر والبطاطس على العدس بعد ما غسلته غسلة جميلة وغسلة نضيفة كده. وبعد كده ايه حطيتهم على النار، يغلي بقى وما بياخدش 10 دقايق على النار. يغلي كده ونوطي عليه، ما نخليش النار عالية عشان ما يفرش. انا حاطاه في حله كبيره علشان خاطر ايه، عشان خاطر ساعات بيفور فبيبهدل لي البوتاجاز. لا فانا حاطاه في حله كبيره علشان كده. نعرف ان هو استوى ازاي، نمسك الجزرايه نشوف الجزرايه كده استوت، عشان هي اكتر حاجه فيه بتاخد سوا هي الجزر. فايه نمسك الجزرايه كده ونتاكد ان الجزرايه استوت، نروح ضاربينه بقى ايه عندك الهاند بلندر، تضربي بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر تصبري عليه يبرد شويتين كده، يعني يبرد شوية عشان ما يبوظش الخلاط، وتحطيه في الخلاط. بصوا هنا انا بشوف اهو الجزر، اول ما بلاقي بصوا الجزر اهي استوى والبطاطس استوت، باروح خلاص ايه شغالة بالهاند بلندر. بُصّي أهي البطاطس استوت خالص أهي، والجزر استوى، فبنروح بقى إيه ضاربينه بالهاند بلندر. أنا باضرب بالهاند بلندر وهو سخن عادي. أنتِ لو مش عندِك هاند بلندر اضربي سيبيه يبرد شوية، وبعد كده اضربيه في الخلاط. بس هنضربه ضربة جامدة جدًا بالهاند بلندر. عايزة تصفّيه بعد كده صفّيه، أنا مش باصفّيه الصراحة عشان أنا باحبه كده، وباكون عارفة كمان إن الهاند بلندر بتاعي ضربه ضربة جامدة، يعني ما فيهوش أي حاجات تكتلات ولا أي حاجة. فأنتِ لو عايزة تصفّيه صفّيه عادي ما فيش مشكلة، لكن أنا الصراحة مش باصفّيه. بس زي ما انتوا شايفين كده اديني ضربته ضربة جامدة بالهاند بلندر. عايزة تضربيه في الخلاط اضربيه براحتك، بس سيبيه يبرد زي ما قلتلك كده، سيبيه يبرد خالص علشان خاطر ما يبوظلكيش الخلاط. بس بعد ما نضربه بالهاند بلندر بقى هنسيبه على جنب كده. وهاجيب أنا باحط عليه شعرية. في ناس مش بيعملوه بالشعرية، بيعملوه كده شوربة. لأ إحنا بنعمله بالشعرية. ماشي، جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها كده معلقتين 3 سمنة، معلقتين كبار كده.
سمنة، وبعد كده هاحط عليهم، لو ما عندكيش سمنة حطي زيت، حطي زبدة، حطي اللي أنتِ عايزاه، أي حاجة أنتِ حابة تشتغلي بيها اشتغلي بيها، بس الصراحة هو بالسمنة البلدي أحلى حاجة. فهنا حطيت معلقتين سمنة وهاحط عليهم حوالي كوباية إلا ربع شعرية. الربع كيلو الشعرية بياخد حوالي كوباية إلا ربع شعرية، عايزاه يبقى تقيل شوية حطي كوباية شعرية، لكن أنا باحط كده حوالي كوباية إلا ربع شعرية. ماشي، ونقلب نخلي الشعرية دي تحمر وتاخد لون كده دهبي، تاخد لون دهبي كده حلو. أول ما تاخد اللون الدهبي أنا باعمل الناس يعني الطبيعي بيحطوه على العدس، أنا مش باحطه على العدس على طول، علشان أنا باعمله في حلة استانلس، أنا باعمله في حلة استانلس، فأنا باحط عليه شوية مَيّة، أخلّيه يستوي شوية في شوية المَيّة، يعني حوالي يستوي حوالي نُص سِوَى كده. بُصّوا كوباية مَيّة أهي، يستوي نُص سِوَى. وبعد كده أحطه على العدس، عايزة تحطيه على العدس على طول حطيه، بس أنا باعمل كده بصراحة بيسهّل معايا السِوَى، لإن الخضار والعدس والحاجة دي استوت، ف فأنا باحط بقى الشعرية بعد أمّا يكون استوت نُص سِوَى، وبعد كده أقوم حاطاها على العدس. أنا هنا مولعة على العدس يغلي غلوة كمان، بعد أمّا اتضرب كده بالهاند بلندر، هاحط عليه برضه التوابل بتاعته. أنا باحط ملح، أهو حطينا معلقتين ملح، باحط كمون، وباحط حبة فلفل أسود صغننين. بُصّوا فلفل أسود صغننين، بنزوّد بقى الكمون، يعني الكمون العدس بيحب الكمون، علشان خاطر بس الغازات، علشان خاطر الانتفاخات كده، فأنا باحط شوية كمون حلوين، وواحدة مرقة دجاج. اللي عايز يستغنى عن مرقة الدجاج يستغنى عنها عادي، بس أنا الصراحة باحبها وباحب طعمها، اللي متابعني هيعرف إن أنا باحب مرقة الدجاج وباحبها في كل الأكل الصراحة، فاللي مش حاببها ما يحطهاش عادي. هنا بقى بُصّوا الشعرية استوت نُص سِوَى، هاحطها بقى دلوقتي بعد أمّا أقلّب بس التوابل دي مع العدس، هاحط الشعرية ونقلّبها تقليبتين بس، نقلّبها تقليبتين ونخلّي بالنا علشان برضه بتلزق في القعر. بُصّوا هنا الشعرية استوت أهي، استوت نُص سِوَى، هي ما استوتش سِوَى كامل، هي استوت نُص سِوَى. أنا بقى باحطها تكمّل باقي السِوَى بتاعها في الغلوة اللي هي هتاخدها مع العدس، علشان خاطر ما تلزقش في القعر. هنقلّبها تقليبة ونوطّي النار خالص ونغطّيها، ونسيبها بقى تكمّل السِوَى بتاعها. هي ما بتاخدش بقى دقيقتين على النار بعد أمّا تحطيها على العدس. بُصّوا أنا هنا وطّيت النار خالص وحطيتها أهي، ونغطّي عليها ونسيبها بقى حوالي دقيقتين 3 كده، على ما أعمل هنا بقى كانت استوت أهي. بُصّوا هنا كانت الشعرية استوت والعدس كمان، بُصّوا بقى زي الفل، تحفة، تحفة، تحفة. هنا بقى أنا باعمل طشة توم وكزبرة، عشان أنا ما حطيتش توم برضه مع الخضار. أنتِ حابة بقى تحطي توم مع الخضار ومش عايزة تعملي الطشة دي براحتك، لكن أنا بصراحة باحبها بالطشة دي بتبقى تحفة. أنا ولادي مش بيحبوا الطشة، لكن أنا باحبها وجوزي بيحبها، فأنا باعمله بالطشة. أنا ولادي بيحبوها بالليمون، يعني يعصروا عليه ليمون، فأنا مش باحط عليه الطشة كلها، باحط على الطبق اللي إحنا هناكله، يعني أنا باحبها بالطشة وجوزي بيحبها بالطشة، فباحط يا دوبك التوم على الطبق اللي إحنا هناكله. ماشي، هنا بقى كنت دقيت التوم بالكزبرة، توم عليه كزبرة، زي الطشة بتاعة الملوخية.
هنا اهو قلبتها تقليبة كده، التوم بس يطلع ريحته. اول ما يطلع ريحته هنقوم حاطينه بقى ايه على على الاطباق اللي احنا غرفناها. هنا اهو بقى ما نخليهوش يتحرق مننا. دوت اللي فيه دوت فيه حرق كده بسيط دوت من الحروف اللي كانت فيها الشعرية، علشان انا ما غسلتش الطاسة. بس كده، وهنا بقى اهو خلاص انا خلصتها. بصوا خدت لون كده زي ما بنحطها على الملوخية بالظبط. هنغرف بقى الاطباق بتاعتنا، وهنحط على الاطباق بتاعتنا زي ايه، زي ما بنطش الملوخية كده. بس انا بحط على الطبق طبق، علشان خاطر ولادي مش بيحبوها، بيحبوا العدس بالليمون، فما باحط لهمش هُم طشّة. اللي عاوز بقى يحط طشّة يزوّد يحط، اللي مش عاوز براحته. بس عادي لو أنتِ عايزة تحطيها كلّها، تحطي طشّة على العدس كلّه، حطيها برضه. يعني كل واحد يعمل الطريقة اللي هو عايزها. بس دي طريقتي، وبصراحة الطريقة دي أنا مُعتمداها من ساعة ما اتجوّزت وأنا باعمل الطريقة دي. بُصّوا أهو بقى معلقة السمنة مع معلقة الطشّة كده على الطبق اللي عاوز عليه طشة. بصوا الصراحة بيبقى طعمه تحفة. معلقة السمنة البلدي بتخلي طعمه في حتة تانية خالص. ما عندكيش حطي زبدة، ما عندكيش حطي زيت، اللي انتي عاوزاه حطيه. بس كده دي طريقتي. وقطعت بصلاية كده، حطيتها في شوية خل وبس. ودي طريقتي. وقولولي بقى ايه رأيكم في الطريقة، وبتعملوه بأنهي طريقة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. معلش متأخرة، بس ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك يا حبايب قلبي، وشجعونا كده نعمل فيديوهات. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.